ما شاء الله شويه القشطه ده هم بتمن اللبن. اقسم بالله العظيم يا ولاد. صدقيني هتخليني اوزن ما بنتي يا شوشو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين. طبعا كلنا كده بنحب نروب اللبن في بيتنا، وخصوصا في رمضان علشان السحور. طبعا افضل حاجه تروبي فيها اللبن اللي هو الفخار. انا جبت برام اهوت او طاجن فخار اهو، وحطيته في بوله هي فاضيه ما فيهاش حاجه خالص اهي. وبعد كده بتجيبي اللبن بتاعك من عند حد واثقه فيه يعني. دي كيلو ونص لبن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. كده نزلنا بكيلو ونص. وعندي برضو اهي مكانه 3 كيلو. غليت شويه فاضل زي نص كيلو من الازازه التانية اهي. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا دوب الطاجن يعني ناقص شويه، يعني هنقول 2 كيلو. طبعا الطاجن قبل ما احط فيه اللبن كنت حاطاه في البوله ديت في ميه سخنه، او تحطيه في الفرن، تولعي الفرن وتخليه ايه يدفى كده، بس خصوصا ما تكوني في الشتاء. بعد كده هغلي ميه واحطها حوالين البرام بس كده، علشان ايه يدفي اللبن ويروب معاكي بسرعه. او ممكن برضو تعملي حاجه تانية، تدفي اللبن نفسه في حله ألمونيوم وبعدين تنزلي ايه في الطاجن. وممكن ما تحطيش في ميه سخنه وتحطيه في فرن دافي كده، يعني تدفي البوتاجاز او الفرن بتاعك، وبعد كده تحطي ايه الطاجن فيه. بس اهم حاجه يكون الطاجن دافي، تكون حطاه في ميه سخنه قبلها، بعد كده تحطيه في الفرن الدافي، او تحطيه وحواليه ميه دافيه كده ايه حواليه. وبعد كده تغطي عليه، وبعد كده تاخديه تحطيه في فرن بوتاجاز او في مكان ضلمه كده عشان ما حدش يهزه بس. وبعد يومين ان شاء الله هنشوفه يا حبايبي. بس يا حبايبي الطاجن بعد يومين، ما كملش يومين يعني، انا كنت حاطاه بالليل، دلوقتي احنا الظهر، يعني خد مثلا حوالي زي 35 ساعه كده. شايفين ما شاء الله اهو. طبعا لسه ما اتحطش في التلاجة، هحطه في التلاجة بقى لمدة ساعتين كده بس عشان القشطة تتلم بسهولة وما يفضلش فيها اي حاجة خالص على اللبن الرايب. وبعد كده اشيله معاكم وتشوفوا بقى ايه كمية القشطة وجمال اللبن عامل ازاي بدون اي اضافات ولا اي حبايب، لبن بس. ودي طاجن اللبن الرايب بعد ما حطيته في التلاجة لمدة ساعتين. ما شاء الله اول ما احطه في التلاجة لو القشطة فيها اي مية او اي لبن على طول بتتجمد كده وتبقى كتلة واحدة، وتطلعها كده تلاقيه جلسة كده وحلو، ما فيهاش اي ايه لبن كده ولا حاجة من اللبن الرايب خالص زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا حبايبي. طبعا بتطلعي القشطة وتحطها بقى لو عايزة تستعملها في حلويات، عايزة تشيلها في الفريزر لما تعوزيها. بس نصيحة، اتسحروا بقى يا جماعة مع بكونة سخنة كده مع رغيف عيش سخن. والأفضل بقى لما تضيفي معلقة قشطة كده وتحط عليها حتة جبنة قريش، وتحط عليها ذرة ملح صغيرة، وتاكلوا بقى. بجد والله الوصفة دي لو جربتوها تعجبكم جدا. زي ما قلتلكوا اقول لكم تاني، معلقة قشطة على معلقتين جبنة قريش على شوية ملح صغيرين، واعملوهم كده يعني ايه، امسكي شوكة كده وايه ودخلوهم كلك في بعض وكلوا بقى. احنا طول عمرنا بنعمله الخلطة البسيطة دي، القشطة مع الجبنة القريش مع ذرة ملح صغيرة، للفطار للعشاء للسندوتشات. جربيها والله هتدعولي. طبعا لو عايزة خلاص بقى تاكلي اللبن الرايب على كده او تعملي بيه زبادي. زبادي ايه، هو اساسا كده زبادي طبيعي بدون اي اضافات، تحفة والله يا حبايبي. انا طبعا عايزة اعمله ايه جبنة قريش علشان اخد من الجبنة القريش احطه على القشطة واكل. فبقوم عاملاه كده علشان ايه اللبن يتجمع معايا كده ميبقاش فيه شرش كتير، بسخن شوية مية واحطهم على الطاجن زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ما عنديش حصيرة، بجيب ايه طرحة نضيفة كده عاملاها للجبنة مخصوص يعني، وبحطها على مصفى، وبعد كده بصفي اللبن زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده ايه احطها واعملها انا في البيت. وتحط طبعا عليها ايه حاجة تقيلة كده علشان ايه تديكي خرطة ماسكة كده ومتجانسة ببعضها زي ما تكون عاملاها في الحصيرة بالظبط. انا طريقتي كده في اللبن انا طريقتي قصدي كده في الجبنة القريش. تحط عليها بقى ذرة ملح كده علشان المية اللي فيها كلها تنزل، وتحطها في التلاجة بس لمدة ايه يعني 24 ساعة. بس اهم حاجة تكون ضغطاها. اي كمية جبنة عندك اعمليها كده بتطلع معاكي ممتازة. وسلام بقى لو تقطعي على الجبنة ديت شوية شطة خضر كده مع ايه قرن فلفل. يا جماعة والله خطيرة. اعملوا بس اللي بقولكوا عليه كده، امسكي بس قرن شطة كده على القرن فلفل اخضر، وقطعوهم قطع صغيرة كده، حط عليهم شوية ملح صغيرين وسيبوهم بس لمدة ايه ربع ساعة كده في مصفى لحد المية اللي في الشطة والفلفل ما ينزلوا، بحيث لما تحطوهم في قلب الجبنة كده وانت بتعملها كده
ما يبقاش فيهم ميه كده، وتيجي تقطعي الجبنه ما تلاقيش فيها ميه من جوه بسبب الشطه والفلفل. وسيبيها كده لمده مثلا 24 ساعه او يومين، وبعد كده قطعيها، والله هتدعولي. ده لو انتوا مش عايزينها جبنه قريش بدون شطه وفلفل، تبقى طعم الجبنه الدمياطي كده. وبعد كده بقى بتحطها في الشرش بتاعها، بتقطعها وتحطها في الشرش بتاعها، وتحطها في التلاجة بقى، وتحتفظي بقى تعيش عندك سنة كاملة. كده انا خلصت بقى الجبنة بتاعتي، بضغطها كده واحط زي ما انتوا شايفين كده عليها كيس سكر من فوق، واسيبه بعد كده اقطعها، وبالهنا والشفا، مع السلامة.